الا قلت لك باللي هذا الاكل التونسي ماشي ايطالي محال واش تيقني. داكشي علاش بغيتك كشاف تركز معايا مزيان في هذا الفيديو، حيت جبت لك مطعم مختلف على المطاعم اللي جربتي من قبل، واللي الاكل ديالو قريب من الاكل الايطالي ولكن بلمسه تونسيه اللي زادتو بنه على بنه وخلاتو في بلاصه اخرى من عند شاف تونسي محترف. المطعم ديالنا سميتو مقلوب وكاين في الدار البيضاء بورغون في شارع طنطان زنقه ابن جاهير حدا رومبوا فينيزيا بالضبط. وبما ان المغاربه الاحرار بينوا على الروح الوطنيه والتضامن والتلاحم في هذه الاحداث الاخيره بعد زلزال الحوز المدمر، رحم الله شهداءنا ورزقنا ودويهم الصبر والسلوان. مطعم مقلوب حتى هو بدوره انضم للحمله بفكره رائعه اللي زبناء المطعم هما اللي غادي يكونوا الابطال ديالها وهما اللي غادي ينجحوها باذن الله. بغيتكم كاملين تبارطاجيو الفيديو باش توصل الفكره وتعمم على الصعيد الوطني. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، زبناؤنا الكرام نتوما هما ابطال هذه القصه. عند تناولكم لطبق في مقلوب سيتم التبرع بجوج دراهم لدعم اخوتنا المتضررين من الزلزال في المغرب. اختياركم اللذيذ غادي يصنع فرق شاسع، فمعا ممكن نخفوا من مشاكل المصابين في هذه الكارثه ونضيء شعله الامل. انضموا لينا واجيو نشاركوا جميع في هذه المحنه وختموا كلامهم بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبسم الله نمشيو نكتشفوا الاطباق والاكل اللي عندهم، ونبداو بسلطه مشويه اللي كتجي على هذا الشكل الجميل بالفلفل المشوي والخضر وعطريه تونسيه بالزيت العود والبيض مسلوق والطون، وكيجي معاه حتى هذا الكاريط بالموتزاريلا والزعتر، وكيكون في ميزون كيتقدم سخون وهشيش ورطب وكيذوب في الفم، خصوصا مع هذه السلطه اللي كانت منينه بزاف. ومن الدغمه الاولى كتكتشف بلي هذا الشيء جديد عليك وعمرك ذقتي بحاله، ودماغك كيبدا يفرز هرمون الدوبامين. وهذا الشيء كامل حاجه، وهاد التوميه التونسيه حاجه اخرى بالقوام ديالها اللي كيجي كريمي والمذاق اللي بنين بزاف. وما نساوش الهريسه التونسيه، بصح كانت حاره ولكن راه واحد المذاق حد البنه فيها ما يمكنش. الثمن ديالها هو 25 درهم وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10. وهذا الشاف هو الساندويتش مقلوب الفري اللي كيتقدم بهذا الشكل الجميل مع الفريت في ميزون، والخبز اللي حتى هو في ميزون اللي كيجي رطب وهشيش وفي واحد البنه في شكل، وخصوصا انه طايب في الفران ديال الخشب. وكيجي معاه في لاباز التوميه التونسيه اللي كيف ديما القوام ديالها كريمي مع سلطه مشويه ودوائر البصل والمطيشه والخس وفرماج شيدار والموتزاريلا. وانت كتختار اما الطون ولا الجامبون ولا الاسكالوب دو بولي ولا الكوردون بلو كفته مركاز ولا شاورما كيف ما خديتها انا. المهم هو البنه كاينه والجوده حاضره، غير هي ما عرفتش واش كان الحجم ديالها صغير ولا زربت عليها بكثره البنه اللي فيها. الثمن ديالها هو 45 درهم وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10. واجا الشاف شوف معايا هاد البيتزا دوبل بات اللي كتجي على هاد الشكل الجميل اللي كيفتح الشهيه، والحجم اللهم بارك بجوج طبقات عامرين بالبولي والطون والجامبون والشاورما والشامبينيون والموتزاريلا والطوماط سوريز والخضر. وتخيل معايا هاد الشيء كامل في بيتزا وحده بلا بات فيها نجيمات اللي حتى هما كيكونوا عامرين بالموتزاريلا وكيف العاده طايبه في الفران ديال الخشب. شتي واخا الحجم ديالها كبير بزاف، انا نضمن لك بلي غادي تكملها وحتى حاجه ما غادي تشاد كثره البنه اللي فيها. الثمن ديالها هو 69 درهم وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10 حيت تستاهل. وهذا شاف ساندويتش بانوتزو وكيجي بهذا الخبز اللي حتى هو في ميزون وطيب في الفران ديال الخشب، وكيف العاده كيجي هشيش ورطب وكيذوب في الفم، وفيه في لاباز صوص سبيسيال ديال المطعم مع الخس والبصل والكفته ديال البقري والفرماج شيدار، وكيقدموا معاه حتى الفريت. الساندويتش ما غاديش تلقاه في الموني حيت يلاه غادي يبداو يعرضوه على الزبناء، وكان لي الشرف نكون انا اول واحد غادي يذوقو حيت الساندويتش كان واعر بزاف وبنين. وكنوصيكم الا مشيتو تسولوا عليه حيت والله ما غادي تندموا الا جربتوه. الثمن ديالو هو 29 درهم وغادي نعطيه في التقييم 10 على 10. واخر حاجه غادي نجربوها اليوم هي هاد الباغيت فاغسي واللي كيجي على هاد الشكل وكيكون حتى هو طايب في الفران، غير هي صبروا عليه شويه حتى يبرد حيت كيكون سخون بزاف، ومن هاد تبنوه مزيان وتمتعوا بالمذاق ديالو اللي كان زوين بزاف. وكيجي اما بالطون ولا الجامبو ولا الاسكالوب دو بولي ولا الكوردون بلو مركاج شاورما ولا بالكفته كيف ما خديتو انا، وكاملين كيجيو بالكارنيتير ديال الشامبينيون الجامبو والبصل والمطيشه وبطبيعه الحال حتى الموتزاريلا. غير هي واحد الملاحظه راه كيجي كبر من هذا الحجم، وانا اللي طلبت منه يصغروا شويه باش نقدر نكملو. الثمن ديالو هو 47 درهم وغادي نعطيه في التقييم 10 على 10. الاخوان المطعم كان كبير فيه الفوق والتحت ولا تيراس، والخدمه كانت مزيانه بزاف. اما من ناحيه النقافه راه المطعم نقي بزاف، والجوده ديال الاكل كانت طالعه مقارنه بمطاعم اخرى، وكيخدم بمطبخ مفتوح، يعني راه داكشي اللي غادي تاكلو كتشوفو قدام عينيك وهو كيتصاوب، وهذه ميزه ما كايناش في اي بلاصه. تقييم التجربه هو 10 على 10 وكنصحكم تجربوها، ومنها تشاركوا في جمع التبرعات ودعم الفكره باش تعمم على الصعيد التراب الوطني. غادي نتسناكم تكتبوا لي تحت شكون جرب هذا المطعم واشنو الراي ديالكم فيه، وتقولوا لي اش من مطعم تبغوا نجرب ثاني. كان معكم اشرف من صفحه اشرف هلاك، وما كاينه القصه خويا وتهلاو.